السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي. هنعمل النهارده غدا سهل وسريع. هياخد مننا نص ساعه بس، ونص كيلو لحمه مفرومه. هنعمل كفته الحاتي، وهنعمل تحتها شويه كده من البطاطس الحلقات. طعمها بيبقى رهيب، ولما هتعملوها هتعجبكم قوي وهتدمنوها. الكفته ينفع تتسوى على الفحم، وكمان ينفع نسويها في الفرن زي ما هنعمل النهارده. مش محتاجة جنبها اي حاجة غير شوية طحينة ورغيفين عيش بلدي. انا واثقة ان انتوا بعد ما تتفرجوا على الفيديو ده هتعتمدوا الطريقة دي في عمل كفتة الحاتي دايما، لانها فعلا سهلة والطعم حقيقي جميل ومختلف قوي عن كل الطرق التقليدية التانية. مقاديرنا كلها بسيطة. عندي ده نص كيلو من اللحمة المفرومة، ودول حتتين كده من اللية، وبصلة كبيرة مبشورة. دول معلقتين كبار من البقسماط الناعم، معلقة كبيرة نشا، والبهارات بتاعتي كلها موجودة تحت في صندوق الوصف. معلقة ونص صغيرة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة بابريكا، نص معلقة 7 بهارات، رشة جوز الطيب، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة حبهان مطحون، فص توم. هضيف هنا الملح والفلفل على البصل، وادعكهم مع بعض كويس، واسيبها على جنب كده لحد ما البصلة تنزل ميتها. في الكبة بقى هبدأ افرم الدهنة، ودول حوالي 75 جرام، يعني حوالي 3 معالق من الدهنة. وهضيف التوم والبقسماط والبهارات والبيكنج باودر معاهم طبعا، واضربهم مع بعض في الكبة بالشكل ده لحد ما ينعموا تماما. حوالي دقيقتين 3 كده هلاقي الدهنة اختلطت بكل البهارات اللي احنا حطيناها. هحط بقى كمية اللحمة المفرومة على قد ما الكبة بتاعتي تاخد. انا الكبة بتاعتي صغيرة فاضطريت احطها على مرتين. لو الكبة بتاعتك كبيرة حطي كل المقادير مرة واحدة. هصفي هنا البصلة من المية بتاعتها، لاني مش عايزة فيها مية خالص. وبعد ما هنصفيها هنعرف دلوقتي هنعمل ايه بالمية اللي هتطلع منها. هاخدها على الكبة وهفرمها مع باقي كمية اللحمة لحد ما يختلطوا كويس ببعض. هحط اللحمة كلها مع بعضها كده، وهبدأ اعجنها اكني بعجن اي فطاير او مخبوزات. حوالي مثلا دقيقتين 3 كده لحد ما يمتزج كل الخليط ده مع بعضه. وبعدين هغطيها بالاسترتش راب او بكيس بلاستيك عادي، وادخلها التلاجة على الاقل نص ساعة. في الوقت ده هجيب بقى مية البصل عشان اجهز المارينيه، او بالبلدي كده المرتة اللي هنعمل بيها نصبع بيها الكفتة. البصلة عليها معلقة كده من الزيت، وشوية من الصلصة. انا حطيت دول تقريبا 3 معالق صغيرين من الصلصة، وشوية من الملح والفلفل، وربع معلقة صغيرة من السكر. هقلبهم كلهم مع بعض. ودي البطاطس اللي انا هعملها تحت الكفتة، مقطعينها تقطيع اتخن شوية من الشيبسي واقل من اللي احنا بنعمل بيها صينية البطاطس. ودي بصلة متقطعة جوليان او شرايح كده رفيعة. صينية مدهونة زيت، هحط البصل وافرقه كده عن بعضه وافككه من بعضه. وبعدين احط البطاطس واخلط الحاجات دي مع بعض كده بايديا خلط بسيط. وهجيب بقى الخلطة اللي هنصبع بيها الكفتة دي، هاخد منها حوالي 3 4 معالق احطهم على البطاطس بالبصل. ونقدر نصبع الكفتة دي على اسياخ الشيش طاووق الخشب، او لو عندك السيخ المعدن بتاع شواية الفحم ده تقدري تستخدميه. بس هندهن السيخ الاول بمسحة بسيطة من الزيت علشان يكون سهل التعامل معاه، واطلع منه اللحمة بعد ما اصبعها بكل سهولة.
هبل ايدي كده من المرتة اللي احنا عملناها، اللي هي خليط مية البصل بالصلصة، وامشي بايدي كده عليها وابصمها بالشكل الحلو ده عشان ما تفكش مني على الفحم لو هشويها على الفحم. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة. وطبعا لو ما عندكيش الاسياخ دي ولا الاسياخ الخشب بتاعه الشيش طاووق، تقدري تستخدمي ايد المعلقة الخشب او حتى تصبعيها على القلم. هنا خلصت كل الكمية، هدخلها بقى التلاجة واسيبها حوالي ربع ساعة. في الوقت ده اكون شغلت الفرن على درجة حرارة 200. اول ما اطلع الصينية من التلاجة هغطيها بورقة فويل وادخلها الفرن في الرف اللي في تحت في الاسفل. وفي اخر 5 دقايق كده هكشفها واحطها تحت الشواية تاخد اللون الحلو ده. بصوا الكفتة بعد ما خرجت طرية ومستوية وجوسي بالشكل الحلو ده. فحمة بقى احط عليها معلقة من السمنة البلدي او الزيت واغطيها بورقة فويل علشان اخد كل الريحة اللي في الفحم. واللي مش حابب الخطوة دي يقدر يستغنى عنها. وكده خلصت وجبتنا النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة. بصوا الكفتة بتلمع وحلوة قد ايه، والبطاطس دي تجنن. هستنى تعليقاتكم ان شاء الله، لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.